اول حاجه البارح نتفرج موجوع داخليا. وانت خدمت برشا في الشباب. لا باش نقول لك علاش. موجوع البارح نتفرج في المغرب هذيك موجوع، فرحان لفريق عربي وشقيق يوصل للمستوى هذاك، لكن دخلاني ما نعزش. علاش تقول لي ما نعزش؟ خاطر انا كنت موجود في الجونيور اللي لعبنا ضد اللاعبين هذاكم، هما تحسنوا في عام ونص ونحن وخرنا في نصرنا وخرجنا من الدور الاول في كاس افريقيا. وقتها في الليناف هذيك المغرب هذيك تونس عطاتها 3 وعطات 4 لمصر و4 للجزائر و4 لموريتانيا. في الدوزيام ليناف في الجزائر ربحناهم الكل. وشوف هما فين وصلوا وشوف نحن فين وصلنا. علاش؟ منتخب تونس عنده 3 نقاط وكينيا بالعربي ليهم حضور كبير في الملاعب العربية. هذه العصية فرصة الهدف الأول، فرصة الهدف الأول، فرصة الهدف الأول عن طريق أيمن أرجيك. أيمن أرجيك كرة ملعوبة من فؤاد زواني عشان يضع أيمن أرجيك ضربة رأس، ضربة رأس قوية. سلامات يا توماس زواغي. أرجيك يسجل أول أهداف اللقاء هذه البطولة. ودي فكرة تسجيل وهدف التعادل يا ولد، هدف التعادل أنيس. لكن تونس ولا حضراتكم أمامنا ادي الكرة فارس بوسنينة راحت في زاوية صعبة قوي لكن برضه خدمته. إلياس بومسعودي في المرمى. إلياس والفولو والمتابعة. خطأ دفاعي كبير ويسجل أمامنا هنا هدف عن طريق إسماعيل مختي. بديل دخل وجدي عساوي بقى الكابتن. انطلاقه جوناس ضيع فرصه. الثالث جوناس عبد اللاوي. لكن نشوف الكره دي غريبه قوي. علاء الدين دربالي اعتقد ان توماس زواغي يعني خلاص تصدى لكره اللاعب اللي فرض جوناس عبد اللاوي. هدف باخطاء يعني صعبه قوي. علاء الدين دربالي 3-1 في المباراة. المغرب تتفوق وتسجل في أولى دقائق الوقت البدل الضائع. ثغرات أمام المنتخب المصري 5 الأهداف مقابل هدف واحد. بطولة كتدور بمدينتي الدار البيضاء والمحمدية. محاولة خطيرة والهدف هدف أول في بداية اللقاء لبداية المنتخب التونسي. كان هناك خطأ على مستوى التغطية الدفاعية. معاذ الضحاك يسدد فرصة